بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك في القناة ليصلك كل جديد من أهداف وتحاليل. خاطر للتاريخ، خاطر للتاريخ، خاطر للتاريخ. النادي الإفريقي حبيت نحكي كيف على علي يوسف اللي غيابه اليوم مؤثر جدا، وشفنا معناه ثنائي الدفاع اللي هو بن عميتك ربما تفتك مكانك وتضيع كرة راس بالطريقة هذه، وضيعت برشا كرات سهلة. باش نعطي كيف نوتات للاعبين اللي لعبوا اليوم. باش نبدا بغيث اليفرني اللي جاته كرة صعيبة نحاها، ولكن الكرة الثانية كانت في الشباك، اللي هو باش ياخو 6.5 غيث اليفرني. بوعبيد وبن عبد زوز الحقيقة باش ياخو 4. بسام صرار في باش ياخو 1 الحقيقة. بسام صرار في دون المطلوب، ما عندوش مكان في الفريق، ونحس اللي ادم قرب تظلم برشا انه غادر هو الفريق وبقى بسام صرافي ما عندوش مكان الحقيقه. كل الفرص اللي جاته ضيعها، ما عمل حتى شيء للفريق. كيف حبيت نحكي على وسط الميدان اللي حبيت نأكد على قيمة الشريمي، وشفته كي تجيب ملاعبي يعطيك ديريكتومون الإضافة 8.5 على 10. بالنسبة لي شريمي كان هو أفضل لاعب في المقابلة. كيف إسهيلي باش ياخو 6. كيف اللاعب في وسط الميدان نرجع الصادق محمود 6.5. ما كانش نفس الأداء متاع الماتش اللي فات، ولكن كان جيد الصادق محمود. حبيت نحكي كيف على ثلاثي الهجوم. بس مصرفي قلنا 1. بلال أيت مالك 7.5 عمل أسيست وسجل هدف. معناها رغم اللي رجع شوية الأنانية متاعه بلال أيت مالك، ولكن يستحق النوت هذايا. والمسماري الحقيقة 4. صحيح عطى الأسيست متاع الهدف الأول، ولكن ضيع الكرة اللي حطيتها لكم في أول الفيديو، وضيع برشا كرات أخرين الحقيقة ما برهنش إمكانياته رغم الفرصة اللي جاته اليوم. ثم برشا ناس تقول اللي هو مش في مركزه الأصلي، ولكن راك مهاجم أجنبي، كرة راس هذه ما فيهاش مركز أصلي ولا مركز ماهوش أصلي. الفرصة هذيك اللي ضيعها طيحت له برشا في النوت بتاعه. وحبيت نعطي نوت كيف الفيليب كينزومبي اللي دوب ما دخل سجل معناها 7.5. وبالنسبة لي نجم المقابلة اليوم هو اللاعب الشريمي اللي اعطاه توازن كبير جدا في وسط الميدان. تبارك الله. الملاعبين الاخرين ما نجمش نقيمهم، كيما الزعلوني ما لعبش برشا، وكيف سيدو خان. النادي الافريقي حقق الاهم. كيف في راس الشواط اليوم خذ الورقه الصفراء اللي هي باش ننظف له الورق نتاعو، معناها باش يكون غايب في مباراه سليمان، وباش يكون حاضر بدون اوراق صفراء في رصيده في مباراه الملعب التونسي والترجي. حطونا لايك سبسكرايب، شوفوكم فيديو القادم. السلام عليكم.